السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده برواز لعيد الام. اتمنى ان هو يعجبكم، ويلا بينا بسرعه نشوف احنا عملناه ازاي. اول حاجه احنا هنحتاج لكرتونه مقاسها 20 سنتي في 25 سنتي ونص، اي كرتونه عندنا، وورقه فوم بنفس المقاس بتاعها. وهنحتاج كمان كرتونه مقاسها 20 سنتي في 25 سنتي ونص، وهنعمل فيها مربع في النص ونفرغه بالمنظر ده، وكذلك ورقة فوم بنفس المقاس ونفس المربع. اول حاجة هنجيب الكرتونة بتاعتنا والفوم، وهنثبت الفوم في الكراتين اللي معانا. وهنغطي الشكل التاني اللي معانا كمان بنفس الطريقة. انا معايا هنا قطع من الكرتون بالمقاسات دي، بس اصغر نص سنتي، يعني كل ضلع عندنا هنعمل بمقاسه، بس هنخش جوه نص سنتي، يعني مش هيكون نفس المقاس بالظبط. فانا هلزق القطعة دي هنا، والقطعة دي هلزقها هنا، وده كده بقى الشكل النهائي. احنا عايزين بس نعمل علو من جوه شويه. هنبتدي ان احنا نغطي دي بدي. هنحط سيليكون على الاطراف، احنا هنمسح السيليكون من الجزء ده، احنا حاطينه هنا غلط، هنشيل السيليكون من هنا. تمام. وبعد كده هننزل دي على دي كده. خلاص هو شبه جاهز معانا، هنسيبه على جنب ونبتدي في المراحل اللي بعد كده. هنحتاج لقطعتين كرتون مقاس الواحده فيهم 32 سنتي في 10 سنتي، وكل قطعة فيهم هنغلفها بورق الفوم. هنحط سيليكون على الكرتونة اللي معانا، ونلزق الكرتونتين في بعض عشان القاعدة تكون قوية شوية. وده هيكون الشكل النهائي معانا. هو ده لونه مختلف لانه هيكون محطوط كده، فمش هيكون ظاهر، فكان ده اللون المتوفر عندي. بعد كده احنا هنجيب شرايط من الفوم بأي مقاس كده ولا كده، مش لازم انها تكون على نفس المقاس بالظبط، لان احنا هندريها تاني كمان. هنحط سيليكون هنا، وهنلزق الشريط اللي احنا عملناه. اي زيادات بقى طالعه معانا من الفوم هنبتدي ان احنا نقصها بالطريقه دي. هنجيب ازازه جليتر باي لون انتوا حابينه، انا هنا هستعمل اللون الفضي. هنحط سيليكون على الاطراف، وبعد كده هننزل فوقه بالجليتر. هنعمل البرواز بتاعنا كله بالطريقه دي، جميع الجهات بتاعته ومن ورا كمان. وهنعمل كمان الجزء اللي جوه ده زي ما عملنا في الفانوس بتاع رمضان. والقطعه دي هنعمل معاها نفس الموضوع. ده كده الشكل النهائي بعد ما غلفنا من كل اتجاه. وعملت فتحه هنا بالمقص عشان لو حبينا ندخل صوره من هنا ندخل عادي، مش مشكله. انا هنا قصيت حروف وهلزقها. هنا انا حطيت I love mom. هبتدي ان انا هلزق القاعده دي هنا. هنستعمل السيليكون برضو.
كده بقت ثابته معانا اهوت. هنخش بقى في المرحله اللي بعد كده، وهي ان احنا نعمل قطعه ديكور ليها. اول حاجه احنا هنحتاج الازازه فاضيه، دي كانت ازازه كاتشب، وهنبتدي ان احنا نزينها. انا قصه هنا شويه قلوب بالوان مختلفه، ابتدي الزقهم عليها. هجيب غيره وهخففه بشويه ميه، وهبتدي ان انا امسح على اطراف بس الازازه بتاعتنا كده، وهنحط عليها برضو جليتر باللون اللي احنا حابينه. معايا هنا جليتر على شكل نجوم، هبتدي برضو ان انا ازين بيه الجزء ده. هنحط غيره، الغيره ده احنا مخففينه بميه. وهنفضي عليه تاني جليتر باللون الفضي او الالوان اللي انتوا حابينها. وهيكون ده الشكل مؤقتا. معايا هنا خيط صوف، هتنيه نصين، وهبتدي ان انا الفه على الجزء ده. وهعمل فيونكة. طبعا احنا المفروض نستنى ده على ما ينشف. هنقص زيادات. هنحط قلب هنا. وهنجيب فايبر وهنحشي بيه الازازه بتاعتنا، بس زي ما قلت لكم احنا المفروض نستناها على ما الغيره ينشف عشان ما يقعش تاني. هنبتدي ان احنا ندخل فايبر جوه الازازه، شويه نجوم كده كمان، يعني النجوم اللي وقعت على الترابيزه هنحطها تاني في الازازه.
وهنحط فيها القلوب اللي احنا عاملينها دي. لا اما ان احنا هنغلف العصايه بالستان او ان احنا هنسيبها زي ما هي، اللي يعجبنا هنعمله. انا هنا عايزه اعمل واحده كمان من دول، هوريكم انا عملتها ازاي. هنا انا جبت الفلين اللي على شكل قلب، وجبت عود شيش طاووق وبشبكه فيه من هنا كده. الفلين ده موجود في جميع المكتبات، ولو مش لاقيينه هتلاقوه في مكتبه سمير وعلي. هو مش غالي، كيس فيه حبه كويسين وسعره كان تقريبا 17 جنيه. وهنجيب الغيره اللي احنا مخففينه بميه وهندهن على القلب بتاعنا بالمنظر ده. وهنفضي عليه نجوم. كده ولا كده النجوم ما بتديناش تغطيه كامله لان فيها فراغات ياما. هنفضي عليها على طول وهي لسه ما نشفتش، هنحط عليها جليتر باي لون كمان مخالف عشان يدار الفراغات البيضه اللي ظاهره قدامنا. وده كده بقى شكل القلب بتاعنا. هنحطه كده مع دول، وده كده كان الشكل النهائي. دي الفازة اللي احنا عملناها واللي هيكون مكانها هنا، وممكن نستبدلها بأي حاجة تانية. وده البرواز اللي احنا عملناه. انا ركبت له من هنا صورة، حطيت الصورة عادي، ركبتها من قدام عادي مفيش اي مشكلة، وماسك نفسه قوي زي ما انتم شايفين. ممكن كمان احنا نزين ونحط هنا اي حاجة. اتمنى ان الفيديو بتاعي النهاردة يعجبكم. كل سنة وكل امهاتنا طيبين وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.